لما ولد الحسين عليه السلام أمر الله تعالى جبرائيل أن يهبط في ملأ من الملائكة فيهنئ محمدا صلى الله عليه وآله. فيهبط جبرائيل بملأ من الملائكة، فمر بجزيرة فيها ملك يقال له فطرس. هذا ملك من الملائكة غضب الله عليه لأنه تأخر في بعض الأمور، بعض الشؤون الإلهية، فقص جناحه فبقى في جزيرة من جزائر البحر. فلما نزل جبرائيل عليه لكي شاف فطرس هذا اللي جناحه مكسور، فسأل جبرائيل، أو جبرائيل ما حصله، ما كان موجود، لا ميكائيل سأل. أنا الرواية شايفها فرحان، فقال له: يا ميكائيل هل قامت القيامة؟ قال: لا يا فطرس، ولكن ولد الحسين. فقال الملك: يا جبرائيل قد مكثت في هذه الجزيرة 700 عام وقد ضاق صدري، أريد أن تحملني معك لعل محمدا يدعو لي بالعافية في جبر جناح المكسور. وصل إلى رسول الله وأخبره أن دردائيل الذي سمي في بعض النصوص بفطرس أنه يريد أن ترجع كرامته عند الله عز وجل. أخذه جبرائيل معه فمسح بجناحه على مهد الحسين فانجبر جناحه، فأرجعه الله إلى صفوف الملائكة وكأنه لم يتباطأ ببركات الحسين عليه السلام. عزاء الطفنس جنيح فطرس حضرها، لله رفيع شأنه له فطرس ملك كان، لله رفيع شأنه له فطرس ملك كان، فأضى بولاية حيدر كسر الأعلى جنحانه، كسر الأعلى جنحانه. العريضة الخيالية ما إلها أصل، بس بركبوها لحتى يبعدوا الناس ويبعدوا الذين يؤمنون بالقرآن عن هدفه. وهي أساسا كل هاي القصص أنت بتطردها، كل القصص اللي بتتحدث عن أن هناك ملك من الملائكة يعصي الله تطردها بآية: لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمر. أصلا ما عندهم قابلية المعصية الملائكة، فكيف أنت عم تقول يعصون الله والملكين؟ أو مثلا هذا فطرس اللي مطلعينه بمجالس العزاء مرارا ذكرناه قدامكم، مجلس طويل عريض، مجلس عزاء من أوله إلى آخره عن فطرس أنه عصى الله فكسر جناحه، زبطه ما بعرف أي جزيرة وظل قاعد ما بعرف كم 100 سنة لحتى لولد الحسين عليه السلام. ونزل جبرائيل بالصدفة مارا من هونيك، صار يتوسل له وحمله معه، وصل مسح جناحاته بمهد الحسين فغفر الله له، ثم رجع إلى السماء. وبتدور الصلوات وبتدور ما بعرف شو. لك خيي منين طلعت لي فطرس؟ أساسا ملك ما عنده قابلية المعصية، مش مركب من شهوات حتى يعصي، مش مركب من شهوة الأكل حتى يأكل شيء حرام، ولا مركب من شهوة الجنس حتى يعمل شيء حرام، ولا مركب من شهوة حب المال والسلطة حتى يقعد بمنصب، أو مش مركب من كل هاي اللي مركب من البشر. هو عقله محض، ما عنده غير عبادة وطاعة. فمن وين جبت لي هالفطرس وطلعته وركبته لحتى تعبي مجلس؟